أكبر منه؟ لا هو كبار. كم فرق بينكم؟ فرق بين 3 سنوات شايب. طيب فيصل رحب فيك. يمكن بعد العودة يمكن ما شفناك حتى ظهرت على المستوى الإعلامي، غبت سنتين، وحيي فيك المثابرة، الرغبة في الرجوع. في لعيبة كثير إذا صار لهم مثل هالموضوع إيقاف سنتين يمكن يعتزل كرة القدم. أول شيء أقول لك هارد لك. لماذا على الأقل ما تعادلتوا اليوم؟ يعني زميلك منصور يقول نحتاج فقط إلى الفوز، هل هو فعلا فقط حاجة هجر إلى الفوز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اي والله إن في حاجه للفوز، بس نبغانا بس فوز واحد، وان شاء الله يعني بيرجع فريق هجر للفورمه وبيرجع للاحسن ان شاء الله. طيب أسألك، أنت من نفس المنطقة الأحساء، في فريق متصدر اللي هو فريق الفتح، إيش الفوارق اللي بينكم؟ يعني اللي عارف إنه الفتح يعني ما صرف كثير، يعني ملايين، ونفس المواهب موجودة في نفس البلد، لماذا الفتح يتفوق؟ والله توفيق من الله طبعا، يعني ما أنت لعبت الفتح قبل كذا؟ إيه لعبت الفتح، انا 3 سنوات مثلت الفتح، وفي استقرار فني في الفتح واداري، ونفس الشيء بفريق هجر في استقرار فني واداري، بس هي بس ناقصنا توفيق من الله، وان شاء الله بس وان شاء الله تجي عاد النتيجه تيجي مع الوقت تيجي. مع ثاني وثالث مباراة لك أنت تحس إنك لسه باقي عندك شيء كثير؟ والله الحمد لله يعني شوي شوي وراجع ان شاء الله، وانا طامح اني اكون احسن من كذا ان شاء الله. صوتك صوت عبد الله، ذكرتنا. الحمد لله. شكرا. شكرا للكابتن فيصل الجمعة.